منسق عام الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية ومؤرخ الثورة. أستاذ أسامة أهلا بيك. طبعا في حاجات وفي خلافات وفي حاجات كتيرة جدا في الفاصل تمت، لكن مش عاوزين نظهرها، مش عاوزين نتكلم عليها، لكن احنا مهتمين بشكل كبير جدا ونأكد مرة تانية ليس الغرض من هذه الحلقة هو خلاف أو أي شيء بين أحمد وبين مصطفى، ولكن الحقيقة تكتمل، يعني هذا هو الغرض. يعني أستاذ أسامة، أحمد تسمح لي أخذ كلمة من أستاذ أسامة وأجيلك؟ اتفضل. طيب أستاذ أسامة، أولا أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب، ربنا يخليك. أنت كنت طرف بشكل أو بآخر أو أجريت حوار أو اتكلمت مع أحمد. نعم بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحده لا شريك له. كنا في يوم السفارة، يوم إنزال العلم، السبت مساء الساعة 2:30 بالليل. رأينا أحد الأشخاص يحمل العلم ويصعد إلى المبنى إلى أن قام بإنزال العلم تحت ضغط جماهيري، حيث أن من قام بإنزال العلم هم الطليعة التي كانت معتصمة أمام السفارة الإسرائيلية، لأن أخذوا بالأسباب لإنزال هذا العلم، إلى أن قيد الله أحد الأفراد أن هو يطلع ويجيب العلم ويحط العلم المصري. في هذا الإطار لما تمت العملية بنجاح كنا حريصين أن لا يتم إيذاء من فعل ذلك. فشكلنا لجنة من القيادات اللي موجودة، وكان معايا الشيخ عرفة السيد إمام المعتصمين في الصلوات في أمام السفارة الكيان الصهيوني، وقابلنا اللواء المسؤول، اللواء الشرطة العسكرية المسؤول عن تأمين السفارة، وقلنا له إحنا حريصين وإلا سيتم الاقتحام لإنقاذ هذا الفتى الذي قام به. بالضبط 3 دقايق ولقينا الأستاذ أحمد الشحات قالوا هو دوت اللي عمل العلم وكده، والناس خدوه واحتفلوا بيه وكده. الأمور كده ماشية على إن أحمد الشحات هو اللي نزل العلم. تاني يوم اتصلت بأحمد الشحات، قلت له إحنا بنهنيك يا ابني على اللي أنت عملته كده، وأنا في واحد اسمه محمد دسوقي كان في اللجان الشعبية بيقول إن كان معاك 2 كمان. قال لي أنا عاوز أقول لك الحقيقة، أنا ليا 2 قاموا معايا ومش أنا اللي حطيت العلم. قلت له مين؟ قال لي في واحد اسمه مصطفى وقافل التليفون ومنهار وبيعيط، فبعد إذن حضرتك خد رقم تليفونه كلمه لأن أنا مش عارف أعمل إيه. قلت له يا ابني ده نبل غاية منك إن أنت تهتم بواحد مجروح. فأنا عندما أخذت لقب مؤرخ الثورة مع الشيخ مظهر شاهين ووعد الثورة والقيادة الثورية، توثيق المعلومات والبيانات الإعلامية أو القولية. فأنا سجلت المكالمة بالكامل بيني وبين أحمد الشحات على مدى 14 دقيقة، وهو بيعترف لي اعتراف تفصيلي بأن صاحب الفكرة ومن نجح في نزع العلم ووضع العلم المصري هو مصطفى الذي يجلس بجواري. قلت له لابد أن نظهر هذه الروح البطولية الجماعية للثلاثة، حيث أن إنزال العلم مصر كلها عاوزة تنزل العلم، مش أنت ولا الثاني ولا الثالث، ده مصر كلها عاوزة الكيان الصهيوني يذهب إلى الجحيم. طيب. هؤلاء قتلوا أبناء لنا في سيناء، وكان الصقر يذهب إلى أشده. طب أستاذ أسامة، إيه دلوقتي إيه اللي يثبت إن كلامك صح؟ أنا معايا التسجيل. يعني إيه اللي يثبت إن إن ده صح؟ نعم صح. أنا معايا دلوقتي للرأي العام النهارده. أنا جيت في التحدي، أنا طبعا امبارح كنت في مداخلة طيبة مع حضرتك، ولما رأيت الأستاذ أحمد الشحات بيكذب مصطفى وبيكذبنا في الحلقة، فأنا أصريت أن تكون هناك مناظرة للرأي العام لكي يطلع على الحقيقة ولا نمس رمزية إنزال العلم، لأن زي ما قلت إن الشعب المصري كله هو أحمد متفق على إن دي رمزية أو متفق معنا، لكن إيه اللي يثبت دلوقتي إن دلوقتي حضرتك أنا معايا تسجيل ممكن ناخد منه حالا 5 دقايق. الأستاذ أحمد الشحات بيقول فيه الحقيقة الكاملة عن الأستاذ مصطفى كامل جد الله. التسجيل ده هو اللي هيشيل اللبس، وبعد التسجيل دوت لا يكابر الا من في نفسه شيء. احمد تسمح لي اسمع التسجيل؟ ده انا نفسي اسمعه. طيب ممتاز. طيب نسمع حالا. اجيبه لحضرتك وقربوا المايك.